الشخص ده أنهى حياة أمه ومراته وأولاده التلاتة عشان يدخلهم الجنة، والشرطة فضلت تدور عليه 18 سنة. القصة دي حقيقية وحصلت في ولاية نيوجيرسي بأمريكا، والراجل ده اسمه جون ليست، محاسب محترم شكله يبان هادي ومتدين. الناس كلها كانت شايفاه الأب المثالي، بس الحقيقة إنه كان عنده شخصية تانية. في يوم من سنة 1971 قرر جون إنه يحل مشكلة عيلته بطريقة مختلفة. بدأ بمراته، بعد كده أمه، بعد كده أولاده التلاتة، واحد ورا التاني، وكل ده وهو في قمة الهدوء. مفيش صوت، مفيش صريخ، كان الموضوع هادي جدا، وكان بيتخلص منهم في صمت. بعد ما خلص غسل الجثث ولبسهم كويس ورصهم جنب بعض في الصالة، وشغل موسيقى دينية خفيفة في الخلفية، وكتب جنبهم جواب طويل لخطيب كنيسته 5 صفحات كاملة بيشرح فيها انه عمل كده عشان ينقذ ارواحهم، وقال ان العالم بقى مكان شرير وانه بيحاول يدخلهم الجنة قبليه. بعد كده قص صوره من كل ألبومات العيلة ومسح اي اثر ليه، وقفل باب بيته ومشي واختفى كأنه اتبخر. الشرطة لما دخلت البيت لقت الجريمة مترتبة بدقة غريبة، مفيش اي بصمات ولا اي دليل، والجثة ال5 كانت اخر حاجة شافوها قبل ما يتحول الراجل ده للغز كبير. عدت سنين والقضية اتحولت لملف بارد، بس بعد اكتر من 17 سنة حصلت المفاجأة. برنامج امريكي اسمه امريكانز موست وانتد عرض القصة دي على الهوا، واستعان بفنان تشكيلي اسمه فرانك بندر. عمل تمثال طيني يتخيلوا بيه شكل جون ليست بعد ما كبر في السن، والتمثال ده يتعرض في الحلقة. وفي ولاية تانية جار قديم كان بيتفرج شاف التمثال وقال ده جاري اسمه روبرت كلارك. الشرطة راحت فورا، ولما كشفوا على هويته كانت الصدمة. هو فعلا جون ليست عاش بهوية مزيفة ومتجوز تاني، وبيبدأ حياة جديدة كأن مفيش أي حاجة حصلت، واتقبض عليه بعد 18 سنة من الهرب. الموضوع ده الإعلام الأمريكي كله اتكلم عنه، واتحكم عليه بالمؤبد ومات سنة 2008 في السجن. وده بقى يثبت لك إن مفيش جريمة بتفضل كاملة للأبد حتى لو مر عليها سنين.